بتبتدي القصة بحكاية عن الغابة الموجودة وراء الجبل المظلم، عايش فيها كائنات سحرية، وبنعرف أن في الغابة دي ينبوع الحياة اللي بيعالج أي مريض وبيجدد الشباب. وفي يوم من الأيام واحد من البشر راح للغابة وترجى الحارس عشان يدي له قطرة مياه من حياة الينبوع علشان يعالج بنته المريضة. وطبعا الحارس وافق، بس الشخص ده كان طماع ورجع للغابة مع مجموعة كبيرة من البشر عشان يسيطروا على ينبوع الحياة. ولأن الحراس ما قدروش يهاجموه لوحده، استدعى روح من الأرواح اللي بتحمي الغابة، والروح دي تسببت في حريق كبير وهزمت كل البشر. والحارس بعد كده اتفق مع الكائن السحري ان البشر ممنوع يدخلوا الغابة ويسدوا الفجوة بصخرة كبيرة. وبعد مدة بنشوف مافكا اللي بتصحى من النوم وهي مبسوطة جدا وسعيدة بحلول فصل الربيع، وبنعرف ان مافكا واحدة من جنيات الغابة السحرية المسؤولة عن ذوبان الجليد ونشر الزهور في الغابة، وبيبقى ماشي وراها حيوانها الأليف اللي بيروح معاها في كل مكان. بتفرح مافكا لما بتقابل صديقها وهو راكب على ظهر الطائر، بتهني بفصل الربيع وفجأة بتسمع صوت غريب، ولما بتروح لمصدر الصوت بيقابلها حيوان مفترس. لكن مافكا بتهدي وبتتفاجئ لما بتشوف ابنها واقع في الفخ، فبتساعده وبتخرج ايدها من الفخ ده، وكمان بتستخدم قوتها السحريه وبتعالجه. فبيفرح الحيوان وبياخد ابنه وبيمشي من المكان، وبتروح مخلوقات الغابه لمافكا وبيعرفوا ان الحامي عايز يتكلم معاها. في مكان تاني بنشوف قريه البشر اللي بتبقى مجموعه من العازفين بيغنوا وبيحيوا كل الموجودين، بيشجع لوكاس زميلها العازفين وبيقول لهم ان بمستواهم ده هيقدروا يهزموا الناس الموجوده في المدينه. وفجاه بتصل عربيه وبتوزع على منشورات الاشخاص اللي عايزين يشتغلوا. بتخرج واحده من العربيه وبتعرف اهل القريه انها كلينا، انا بنت الشخص اللي حرقته الغابه. بتقول انها رجعت للقرية علشان تكمل شغل والدتها في بيع الاخشاب. بتعرض عليهم فلوس كتير مقابل انهم ينضموا ليها. بتعرف ان كل ما عليهم يعبروا الجبل المظلم. ولكن قبل ما تكمل كلامها حتى بيعرض كل الموجودين وبيتمسخروا عليها. بيقولوا لها انت مجنونه، تظنين انك حتقدرين تشترين حياتنا بالمال؟ وبيجي ولد صغير وبيقول للوكاس ان عمه تعبان جدا، وبيسيبوها بيمشوا. فبيجري لوكاس وبيرجع للبيت، وبتخبر الحكيمه انها مش هتقدر تعالج عمه بالاعشاب، وبتكتب له ادويه علشان يروح يجيبها من المدينه. وبيدخل لوكاس للبيت وبيطمن على عمه وبيكسر الحصاله بتاعه علشان يروح يجيب العلاج لعمه، وبيقرر انه يشتغل مع كلينا علشان يجمع باقي فلوس للعلاج. بيخرج من البيت، فبالوقت ده بتصل كلينا لقصر والدتها، بتبقى متضايقه من اللي حصل، فبيهدي المساعد بتاع اللي بيكون اسمه فول. وبعد كده لوكاس بيوصل للقصر وبيقابل كلينا، بيقول لها انه عايز يشتغل معاها. فكلينا بتوريه ورسمه لهذه الورقه وبتطلب منه يعرف مكان الشجره بتاعها. بنعرف ان ايريك وديريك هيروحوا معاها. وفي الغابه السحريه بتجتمع كل المخلوقات علشان يقابلوا الحامي، وبيجي الحاميه اللي اسمها ليتش وبيحيوا من فصل الربيع. بتوصل مافكا وبتعرفوا انها تاخرت بسبب الفخ اللي لقتها في الغابه، فالحامي بيلوم الحريات الثلاثه اللي كانوا مسؤولين عن تنظيف الغابه من الافخاخ، وبيستخدم قوته وبيدمر الفخ وبيخفيه في الارض. بيقول لهم ان الارواح الاربعه المسؤوله عن حمايه الغابه بتخبرهم بان الغابه في خطر، وبيعرفوا ان النهارده بالليل الارواح دي هتختار حامي جديد للغابه السحريه. وبيخبرهم ان ده حصل لانها كبر في السن وما عادش قوي زي الاول، فبيستغرب كل اللي موجودين لان ما حدش فيهم يصلح يكون الحامي. بس مافكا بتبقى شايفه عكس كده تماما، فبتقول لهم ان اي احد ممكن يكون الحامي. فبجلس هذه الجنيه بتتمسخر عليها. بنروح للوكاس واريك وديريكا وهم ماشيين جوا الجبل المظلم، بيحركوا الصخره العملاقه وبيدخلوا للغابه السحريه. بيحاول دريك اصطياد واحد من قطاع البيسون، لكن لوكاس بيمنعها في اخر لحظه. بيجري قطاع البيسون من الخوف، بتسمع مافكا صوت ضرب النار وبتنطلق الحريات علشان تحمي الغابه. وبيتعصب ريك ودريك من اللي عمله لوكاس، فبيقرروا انهم يفترقوا علشان يدوروا على ورقه الشجره. بيطلبوا منه يحط علامه على الخريطه في المكان اللي هيلاقي فيه ورقه الشجره، وبيسيبوهم بيمشوا. في الوقت ده مافكا بتحس بخوف قطاع البيسون اللي متجه نحوها، وبتركب على ظهر القائد بتاعهم، وبيبقى قطاع البيسون بيجري في اتجاه الحافه. لو كملوا جري هيقعوا هيموتوا، فبتستخدم قدرتها وبتهدي القائد بتاعهم وبتغير اتجاهها. على اخر لحظه بتنقذ كل قطاع البيسون، فبتقرر هي واسوان يروحوا يصطادوا البشر علشان ما يأذوش احد ثاني. وفي الوقت ده بيبقى لوكاس بيدور على شجره وبيفضل يقارنها بكل الاوراق اللي بيقابلها، لكن مش بيلاقيها. وبيقعد على الصخره، بتبقى مفكه متنكر ومستخبي وراء الصخره. بعد كده لوكاس بيطلع الناي بتاعه وبيقعد يعزف. مفكه بتسمع العزف وجسمها بينور، بتفرح جدا، ومع ذلك بتخوف لوكاس اللي بيجري وبيخبط في جذع شجره وبيفقد الوعي. وبيقترب منها سوامب علشان يطمن انه هو عايش. بتروح مفكه وتاخد الناي بتاعه، وبيجي بعد ذيك هاش وبيترعب لما بيشوف لوكاس. بيقول لمفكه انه هيطلب من الحريات يجوا عشان يخرجوه من الغابه، لكن مفكه ترفض وتقول لها انهم هيقدروا يخرجوه من الغابه من غير مساعده من اي احد. لما لوكاس بيفوق بيلاقي نفسه موجود على ظهر الحيوان البيسون، فبيتكلم مع هاش وبيسأله عن السبب اللي خلاه يهاجم قطاع البيسون. فلوكاس بيعرف انه كان بيحاول مش يهاجمهم. وبتسأله مفكه عن اسم الصوت اللي خرج من الناي، فبيخبرها انها
الموسيقى وبيبقى فرحان لانها عجبتها. ولما هاش بيسألوا عن السبب اللي خلاه يجي للغابة دي بيعرفوا ان كلينا عرضت عليه مبلغ مقابل ان يأتي الى هنا علشان يعالج عمه. وطبعا هاش مش بيصدقها وبيضربها، لكن حيوان البيسون بيخاف وبيفضل يتنطط وبيوقع لوكاس من عليه. بيلتف الحبل حوالين هاش وبيسحبوا البيسون وبيجري به بعيد. وبمجرد ما يوقف لوكاس امام مافكا بيطالع فيها وبيقول لها انت جميلة جدا، انت اجمل بنت شفتها في حياتي. وبيعرف ان اسمها لوكاسا وبيشرح لها انه هو دخل الغابة دي علشان ياخذ فلوس من كلينا ويقدر يعالج عمها. فمافكا بتقول ان الحامي حذرهم من البشر لانهم بيكذبوا كتير. مافكا تظن بانه يحاول خداعها وتطلب منه يخرج من الغابة في الفور. فلوكاس يقول لها بانه لا يخدعها ويترجى حتى تساعده وتدله على مكان الشجر حتى يستطيعوا معالجة عمها المريض. سوام بيحاول يخوف لوكاس اللي بيدي له اكل وبيفرح سوام كتير بطعم الاكل لانه لذيذ جدا. مافكا بتفرح جدا وبتقول انه مختلف عن البشر الاخرين. وفي الوقت ده ريك ودريك بيدخل لمكان مرعب في الغابة، بتبدا الحرية تخوفهم. ولما ريك بيبص وراه ما بيلاقيش دريك فبيفضل يدور عليه لحد ما بيظهر له اتنين من الحريات وبيخوفوها. اما دريك بيشوف ايدينا لكنه مش بيخاف منها وبيبقى معجب بيها، بس بيخاف من المستنقع وبيهرب بسرعة. بنرجع للوكاس ومافكا وبيجي هاش وبيفضل هو ولوكاس يضربوا في بعض، فبتغضب مافكا منهم كتير وبتطلب منه التوقف عن هذه المهزلة في الفور. بس هاش بيعارض وبيذكر مافكا ان الواحد عارف ان سعادة البشر هتتعاقب، ومع ذلك مافكا بتقرر تساعد لوكاس لانها انقذ قطاع البيسون وهي متاكده انه مش بيكذب عليها. بتقول لوكاس انه مش محتاجه لورقه الشجره علشان ينقذ عمه، بتعرف انها هتديها العلاج المناسب. فبينطلقوا هم الثلاثه علشان يروحوا يجيبوا العلاج. فلوكاس في الطريق بيسال مافكا ازاي يقدر يشكر على مساعدتها. فمافكا بتعرف ان بعد ما ياخذ العلاج ممكن يعزف لها بالناي بتاعها. بيكملوا مشي وبيبدا كل واحد فيهم يعجب بالثاني. وفجاه هاش بيخبي لوكاس في النباتات لان الحامي ظهر. بيسال مافكا اذا شافت اي احد من البشر، فبترد عليه. وقبل ما ترد عليه بيظهر لوكاس لكنه متنكر. فاش بيعرف عليه وبيخبر انه ده من قرايبه. الحامي بيرحب بلوكاس وبيقرر انه ياخذها معاه لحفل اختيار الحامي الجديد. في الوقت ده بيرجع ريك ودريك لقصر كلينا اللي بتتعصب منهم لانهم ما عرفوش مكان الشجره ومش بتصدق ان في مخلوقات سحريه هجمتهم في الغابه. فبتسالهم عن لوكاس، بس فجاه وشها بدا يعجز. فبتجري وبتدخل للاوضه وبتفتح صندوق وبتخرج منه طريق سحري. مجرد ما بتحط الطريق ده على وشها بتروح كل التجاعيد وبترجع لشبابها ثاني. وبتتعصب لان دي كانت اخر قطره من الترياق. وفي الغابه السحريه بنشوف المخلوقات اللي بتجتمع من كل مكان علشان الارواح تختار الحامي الجديد. ومن المخلوقات دي بتبقى مافكا معاه لوكاس وهو متنكر علشان ما حدش يعرفه. وبيرحب بيهم الحامي بيستدعي روح الطبيعه وروح النار وكمان روح المياه. وبتظهر الارواح الاربعه بيطيروا في الهواء وبيطلب الحامي منهم يختاروا الحامي الجديد اللي هيبقى مسؤول عن حمايه الغابه. فبيتحرك غصب من الشجره اللي يعتبر قلب الغابه وبيشيروا على مافكا وبيختاروا تكون الحاميه الجديده. وبتضرب مافكا وبتقف في وسط الارواح الاربعه وبتبدا كل روح تمدها بقوتها السحريه. بتنزل من وسط الشجره اللي بتبقى الورقه بتاعها شبه الورقه اللي كلينا بتدور عليها. وبيعني الحامي مافكا لانها بقت الحامي الجديد وبيفكر ان اعدائهم هم البشر. بتبقى ايدينا غيرنا من مافكا وبتقول ان الغابه دلوقتي في خطر اكثر من الاول. فلوكاس بيدخل وبيدافع عنها وساعتها ايدينا بتشكفي وبتشيل ازاي تنكره وبيكتشفوا انه بشري. فبيحاول لوكاس الهرب بس كل الموجودين بيجروا وراها وكمان الحريات بيطاردوا وبيجروا وراها. وقبل ما يقع في النار بيمسكوا فرع الشجره وبيوديه عند مافكا اللي بتركب على حيوان مفترس وكمان بتديله العلاج وبتودعه وبتخليه يهرب من المكان. وبعد ما يمشي بتلاقي الناي بتاعها واقع على الارض بتاخده وبتستخدم قوتها السحريه وبتصلحها. وثاني يوم بتشوف كليانا وهي منتظره رجوع لوكاس للقريه بتراقبه وهو داخل البيت. وساعتها بتطلب من فرول انه يروح يراقب لوكاس لانها مش واثقه فيه. فعلا بيروح فرول لبيت لوكاس وبيسمعه وهو بيحكي لعمه عن اللي حصل معاه. وبيستخدم لوكاس العلاج اللي بقى عباره عن قطره من ينبوع الحياه ملفوف في ورقه الشجر. بيحط قطره مياه دي مع مياه ثانيه وبيشربها عمه اللي ما بقاش مصدق ولا كلمه منها. وفجاه بقت المطرقه هتقع على الكلب الصغير لكن عمه بيمسكها على اخر لحظه وبيستغرب انه قدر يتحرك بالطريقه دي وكمان ما عادش حاس باي الم وحس انه هو رجع لشبابه ثاني. وبمجرد ما بيخرج من البيت بيدخل فرول وبياخذ ورقه الشجر بس وهو بيمشي واحد من الديوك بيمشي وراه بيفضل يهاجمه. وبنروح لمافكا اللي بتبقى عند ينبوع الحياه وبتبقى عايزه ترجع الناي للوكاس وبتقرر هي وسوام بيروحوا لقريه البشر. اما فرول بيبقى راجع للقصر وبيروح لكليانا وبيديها ورقه الشجر. بتفرح كليانا جدا لان الشجره دي موجوده عند ينبوع الحياه وبتستغرب لان ما فيش اي علامه على الخريطه اللي كانت مع لوكاس. بتطلب من فرول انه يراقب لها لوكاس طول الوقت لان اكيد حيرجع للغابه ثاني. وثاني يوم الصباح بتوصل مافكا ومعاه سوامب للقريه البشر بتغير لون شعرها علشان ما حدش يتعرف عليها. وبيروح سوامب لبيت لوكاس وبمجرد ما الكلب الصغير بيشوف بيحاول يحضر لوكاس لكنه بيبقى مشغول في صناعه السلسله لمافكا. فجاه بتدخل مافكا وهي لابسه زي المزرعين وبيفرح لوكاس جدا لما بيشوفها وبتخبر مافكا انها جت لهنا علشان تدي لها الناي بتاعها وتطلب منها انه يعزف لها. فبيوافق لوكاس بشرط
انها تجي معاه لمهرجان اللي في القريه، فبياخدها وبيروحوا لهناك وبتغير مافكا ملابسها علشان ما حدش يشك فيها، وبيلبسها لوكاس السلسله اللي صنعها لها. وبنشوف ان فرول بيراقبهم من بعيد، وبياخذ لوكاس مافكا وبيعرف على عمه، وبيغنوا بيرقصوا كل الموجودين اللي في المهرجان، بيبقى من ضمنهم لوكاس. وبعد ما بيخلصوا رقص بيبدا لوكاس يعزف بالناي لمافكا وبيبهر كل الموجودين، وبعزفه بتتناطر مافكا جدا وعيونها بتنور وشعرها بتغير وبترجع لطبيعتها. وساعتها اهل القريه بيقولوا عليها شيطان من الغابه السحريه، فبيستغل فرول الفرصه وبيقولوا ان الشيطانه دي عايزه تدمر قريتهم. ولما لوكاس بيحاول يشرح لهم ان مافكا لطيفه ما حدش بيصدقها، وبالليل بتستغل كلينا اللي حصل وبتخوف سكان القريه، بتقول لهم ان المخلوقات السحريه بيخطوا علشان يقتلوهم جميعا. جدا بيدار سوامبو وبيهاجم إيريك وبيحار مافكا اللي بتجري، بتحاول تهرب لكن اهل القريه بيحاصروها من كل مكان، وقبل ما يقتلوها بيجي الحامي بيخوفهم وبياخذ مافكا وبيهرب. وبسبب اللي حصل بدخل كليانين اهل القريه انهم لازم يهاجموا الغابه السحريه قبل ما الوحوش اللي فيها يرجعوا ويقتلوهم. تاخذ السلسله اللي وقعت من مافكا وبتقرر تستغلها علشان تخدع لوكاس. بنروح لمافكا اللي بتعتذر للحامي بسبب اللي عملته، وبتساله هو ازاي عارف مكانها، فبيقول لها ان هاش حكى لها عن كل اللي حصل، فبيحاول يطمنها وبيحكي لها انه زمان غلط نفس غلطتها وتخفي البشر زي ما هي عملت. ولما البشر هاجمهم واستخدم قوة روح النار وحرقهم ودمر القرية بتاعهم، بنروح للوكاس اللي لما بيفوق بيلاقي نفسه محجوز جوا المخزن، وبتجي كلينا وبتطلب منه يعلم لها على مكان اللي فيه ينبوع الحياة، وطبعا لوكاس بيرفض، فكلينا بتوري له مافكا وبتقطع السلسلة بتاعها، بتقول لها انها تقتلها لو ما عرفتش مكان ينبوع الحياة. وساعتها بيضطر لوكاس انه يعلم لها على مكان ينبوع الحياة، وبمجرد ما بيديها الخريطة بيتفاجئ انهم كانوا بيخدعوه، لان دو فلور متنكر في شكل مافكا. بيخفلوا على المخزن وبيفتحوا المويه علشان يغرق لوكاس اللي بيفضل ينادي وبيطلب اي احد يساعده، وفعلا بيجي الكلب بتاعه، فلوكاس بيطلب منه يروح يجيب المساعده. في الوقت ده بيبقى يدور على لوكاس، فكلينا بتكتب عليه وبتقول له انا وحوش الغابه خطفوه. بتطلب من فرول يفضل في القصر علشان لو حد حاول يحرر لوكاس، وبتحرض كل اهل القريه وبتخوفهم وبتوريهم آلة مدمره هيستخدموها في تدمير الغابه، وبينطلقوا كلهم وبيحاربوا الغابه وبيحرقوا كل شيء فيها وبيقطعوا الاشجار. الحامي بيستدعي كل المخلوقات السحريه للحرب، لكن مافكا بتمنعهم، بتقولهم انها تحاول تتفاهم مع البشر وبتسيبهم بتمشي. بتروح للبشر وبتستخدم قوه الرياح وبتخوفهم، وكمان بقوه النباتات بتمنع الآلة المدمره. بتشرح لكلينا انهم مش اشرار ولا حتى بيفكروا يؤذوهم، بتطلب منها يعيشوا مع بعض بسلام، وطبعا كلينا بترفض وبتكتب عليها وبتقول ان لوكاس كان بيخدعها علشان يعرف مكان ينبوع الحياه، وبتعرفها انه اخذ منها فلوس كتير وسافر لمدينه زي ما كان بيحلم. وللاسف مافكا بتصدق كلامه وبتتاثر، بتبدا تفقد السيطره على قوتها، فبتستغل كلينا الفرصه وبتهاجمها وبتكمل طريقها للغابه، وبتبدا المعركه ما بين الوحوش الغابه السحريه والبشر. بيوصل الكلب لمكان المعركه وبيروح لسوامب وبيفهموا منها ان لوكاس في خطر. بيروحوا للقصر وهم راكبين على ظهر الطائره، وبيطلب هاش من سوامب والكلب يروحوا ينقذوا لوكاس، وحيتولى امر فرول بيبدا معاه القتال. في الوقت ده المخزن بيمتلئ بالمياه وبيغرق لوكاس، ولكن سوامب والكلب بيوصلوا على اخر لحظه وبيفتحوا الباب وبينقذوا لوكاس. وبنروح لمخلوقات الغابه والبشر اللي بيقاتلوا بعض بشراسه، البشر على وشك الانتصار بيقدروا يمسكوا الحريه، وكمان معظم المخلوقات مافكا حزينه جدا لانها فاهمه ان لوكاس كان بيخدعها. بتحاول تستخدم قوه الطبيعه والمياه والرياح لكنها بتفشل، وساعتها بتضطر انها تستدعي روح النار، ده بيخلي الزمن يتوقف. بتضطر روح النار بتقول لمافكا انها لو استخدمت قوتها علشان تحمي الغابه ده هيكلفها حياتها. مع ذلك بتوافق مافكا وبتاخذ منها قوه النار وبتمتصها وشكلها بيتغير، وكمان بتكون اعصار ناري قوي بتهاجم به كل البشر. بنروح لفرول اللي بيستخدم المنشار وبيبقى على وشك انه يقضي على هاش، بس لوكاس بيضرب وبيمنعه وبيحبسه في الدولاب، وبيخرج هو اللي معاه علشان يروحوا لمافكا، لكن بيتفاجئوا باعصار ناري بيطارد البشر وكمان مخلوقات الغابه، وبسبب قوه الاعصار بتبتدي المباني تحترق وتطير وتدمر. بيروح لوكاس وهاش لمافكا وبيحاولوا يهدوها، بس بتجي فكره لوكاس وبيبتدي يعزف على الناي، بيحاول يهدي مافكا، وكمان بيساعدوا كل اهل القريه ومخلوقات الغابه السحريه بيغنوا مع بعض، فبتتاثر مافكا وبتخرج منها قوه النار، وبيختفي الاعصار الناري وبترجع لطبيعتها لكنها بتفقد الوعي. بيلحقها لوكاس على اخر لحظه وبترجع مافكا لشكلها الطبيعي، بتشكر لوكاس لانها انقذ حياتها، وبيقرر البشر ومخلوقات الغابه السحريه انهم يعيشوا مع بعض في سلام، وبيلبس لوكاس السلسله لمافكا الثاني. بالنسبه لكلينا بتقدر توصل لمكان ينبوع الحياه، بتستخدم كميه كبيره من المياه، وبسبب كده بترجع الطفله الصغيره. وفي النهايه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه.